تشاهدون في حلقة هذا العدد من برنامجكم ماي فاميلي. رسالة من فتاة مكفوفة تبكي فضيلة مختاري: فلماذا؟ أني لا أرى في هذه الدنيا. أنا اليوم كبرت يا أبي، وتحصلت على شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية. صرت أرى العالم بفضلك يا أبي. شكرا على كل مجهوداتك، وأتمنى أن أستطيع ذات يوم أن أرد لك ولو جزءا بسيط من جميلك. عرفتها؟ بيسور. كيف تخيلت والدها ولماذا تكرمه أمام الملايين؟ من الأشياء الجميلة أيضا وأنا نقرأ رسالة قلت له: يا أبي نتخيلك بشعر أسود وعيون بنية اللون. أنا أقول له يعطيك الصحة على كل حاجة درتها، على كل حاجة ما زلت تديرها على جالي. أحلى ما قدرش تحكي، أنا أتفهم هذا المشاعر. وجبة أطفال الرضع مع الشيف طاطا نادية كسرة بالجوز تخلي طفلك يركز في الامتحانات. الجوز هذه قلنا كي يكون طفل أقل من سنة طاطا نادية تغمسيها له في الحليب اللي هو يديره ولا في الماكلة. باغ اكزومبل درتي له افوكادو ولا درتي له حاجة تفتيها لداخل لأنه فيها الجوز وفيها الألياف وفيها كلش، ياكلها بالمغرفة وياكلها. وتشاهدون في ركن طفل يتعلم. عندك أطفال ودائما تشعل شجارات بيناتهم. ريم وألعابها التربوية، هذه المرة ألعاب تنمي الذكاء وتخفف حدة التوتر والفوضى. وهنا لازمتي باش تيفيتي له هذاك الملل. واش ديري؟ تسيي تغيري الالوان مثلا، تغيري مثلا في مكان ما ديري القصاصات ملونه نتمه ما فيها والو. واش ديري بطاقات مثلا بطاقه زهره مثلا، قلوب مثلا حسبه. واذا كان تقربي له ايضا بالحلويات، صور الحلويات ولا صور حيوانات، يعني انت عندك الاختيار. كما قلنا التطبيق هذايا يعمل على تنميه التآزر الحركي هذا وأكثر في برنامج ماي فاميلي كل أربعاء على 9:30 ليلا عبر قناة النهار.